السلام عليكم. اليوم عندنا طريقة تكرار السماد الخارق أو الطبيعي أو أي سماد نريد نكرره. طبعا تقصد من السماد، بس ما أريد أكرر كثير عشان أبدي وياكم. طبعا أنا أكرر درس السقاية ما شاء الله لي حسب 34 مرة بعملية واحدة طبعا. أوكي، ما أريد أكثر عليكم. نفتح البرنامج، نروح لأحد المزارع. أوكي، أول شي نتأكد إن حاطين الصورة هنا. نجيب المستودع، نشوف البعد بين السماد. هسه نشوفه بحيث يصير فيت. أوكي، هاي صار وياه. أوكي، لا بعد الدني بحيث يصير بصفه. أوكي أوكي، روح لأحد المزارع مالت الجيران. طبعا احنا مزرعة الأصلية. نضغط بريك، نرجع execute edit response من مال والواحد راح يطلع لكم فولدر صفر. حاول إلى كود المستودع. اوكي، نحفظ هذا الكود ونعمل بدل نكود كومة القش. اوكي، شي بريك اكسكيوت. اوكي، نمسح، نضغط بريك. مثل ما قاعد تشوفون قدامكم كومة قش. اوكي، هاي الكومة مالت القش. الحين ندخلها أو قبل ما ندخلها المستودع ضغطنا على البوك بوينت. أيوة، نحرك أي شي موجود. نقول سبعة عند اللعبة. أوكي، الحين نروح لكومة القش ندخلها. هاي الخطوة المهمة. دخلناها المستودع، راح تشوفون دخلناها المستودع. نرجعها الحين اكو قسم من الناس يرجعوها لمكانها ويحطوها هنا. اوكي، او يحولوه سور، ولكننا من هاي الطريقة ما راح نحوله ولا هاي. راح نقدم منها الخطوة هاي. راح نقدمه نحطه مكانه مثله، بس بدون ما حاجة إلى سور. ونطلع والطبوع 10 مرات. واحد، هاي مرتين طبقناه 3 مرات بأي مكان بس على نفس السطر. 4 مرات، 5 مرات صارت. 6 مرات صارت. 7 صارت. 8 صارت. 9 نقول و10. ما حسبت طبعا بالمضبوط بس مو مشكلة. اللي تركيزه اوكي. حتى نطبقها. رجع كوما لمكان الأصلي. الحين نشيل بريك اكسكيوت. نقدر فولدر بار جيت واي حيث يطلع لكم هذا البرنامج جالس. نضغط على القلم وأنا ونروح لكيويو. نلقى فولدرات 21 فولدر. هسه هاي ال 21 أهم شي تطلع 21 فولدر. ناخذ الأعداد الفردية. الزوجية بناخذها بس الفردية. هسه عمليتنا مضبوطة 100.
أنا تشوفون أسوي الطريقة وياكم أحسن ما أوقف الفيديو. أصل من الناس يكذبون بالفيديو يعني. لكن شو اسمه كل الفورمات. أوكي الحين الحين أوكي. هتشوفون النتائج اللي راح تطلع عندنا. طبعا أنا أفضل بأن لا تحفظون الملف نهائيا يعني. لأن ما أتوقع يعني النتائج راح تطلع أبدا ورا الرفش الأول. نهائيا ما تطلع نتائج. وأنا أقول لكم السبب ليش. لأن عمليتي أنا أول ما هاي حطيت السماد بصف المستودع رجعت حطيت أول شي. فبهالطريقة ما راح يصير نهائيا. ما راح يصير آخر شي كامل. فآخر شي ما راح يطلع لكم طريقة الخزن. إذا طريقة الخزن تصير الطريقة بحالة بين بصف المستودع بنحط أول شي نهائيا. نحطه لي قدام بس بنحطه بصف المستودع من جديد. المهم هاي الحين نروح للمزرعة الأخرى ونرجع من جديد. راح تشوفون النتائج المدمرة. هاي بعدنا ما عدينا. بسم الله بسم الله بسم الله. شوف النتائج الأولية مضبطة 100%. أول واحد من وخر خليه بمكانه. أوكي أنا ما استنيت شوية بس مو مشكلة. ما راح يطلع يمكن نتيجة كبيرة. نفسها وهكذا. اوكي شوفوا ما السواد الأخيرة ما طلع. هاي الآن يخلص العملية تخلص 34 مرة يعني تقريبا. شوفوا أنا نكرر ديل السقاية نكرر 34 مرة في طريقة واحدة نفس الطريقة. اوكي طبعا إلى أن يتوقف البرنامج إلى 2000 3000 بيقوم التكرار يوقف ما تسوى نهائيا. فأنا أحسن لكم يعني أقول لكم لا تحفظون نهائيا. نصيحة مني لكم لأن ما تستفادوا شي. بس أنا غرقان بالسماد الخارق وأنا حاطه ما أدري. مثل ما تشوفون يعني زين ما راح يقدم بعد. هاي مزرعتي بالمناسبة. كثير من الناس يقولون المزرعة مالتي مو حلوة نهائيا. لأن أنا نهائيا يعني ما ألعب بيها أو أهكر بيها. الحين نروح نستنى شوفوا العدوى نوصل 2000 وشوية. شوفوا شلون العمليات قاعدة تنقص. وقف البرنامج عن العد مثل ما قاعد تشوفون أغلق البرنامج 2000 وشوية. أوكي حصلنا على خير كيس سماد متبقي. شوف العملية ايش قد حصلنا. 4 8 12 16 16 18 19. طبعا يعني انتو حظكم زين. هاي الطريقة مضبوطة 100 مثل ما شفتوا وياي. طبعا هذا خاف تقولون ذا السخايل اللي كررتهم يشتغل كله وهاي ما يشتغل لا يشتغل. خاف تقولون يعني غلط حسب السماد اللي انت حاطه او تقدرون تكررون القطة لين بتدخل او طعام القطة. وانا اشوفكم فيديوهات اخرى. كان معاكم احمد فريد فكر. وان شاء الله تستفادوا منه. مع السلامة.